يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. وصباح الفل لكل اللي بيسمعني الصبح، اهلا بيكم. حرفيا انتوا وحشتوني جدا. اهلا بكل طالب وطالبة. انا فعلا غبت عنكم فترة طويلة جدا، والحقيقة بقى ان انا حسيت ان انا بعدت عن حاجة مهمة جدا في حياتي. وعلى فكرة الناس كتير كانت بتبعت لي او ما زالت كمان بتبعت لي ان انا يعني ليه ما بنزلش فيديوهات، وان هم كانوا بيستفادوا جدا من الموضوع ده. فانا ان شاء الله ناوي احكي معاكم كل حاجة في حلقة النهاردة. يعني كده حلقة هيبقى فيها شوية فضفضة على شوية نصايح هنقول لكم فيها تجربة شخصية ومهمة جدا، وحرفيا انتوا هتستفادوا منها، وكمان هتتجنبوا الأخطاء اللي أنا وقعت فيها. بس مبدئيا كده اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. انا ناوية انزله. وطبعا زي ما اتفقنا ما تنساش تحضر كوباية النسكافيه كده او اي مشروب ينعنشك عشان تفوق وتصحصح وانت بتسمعنا. وطبعا زي ما احنا تعودنا مع بعض اني زي ما قلت لكم ان الصفحه دي انا بنزل عليها كل الملخصات والكتب واهم النصايح اللي تخص الدراسه. وطبعا طلبه كتير جدا بعتت لي واستفادت جدا. الصفحه هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. والكل بقى اللي مشتركش في القناه لسه جديد او لسه مشترك في القناه، انا آية أشرف، خريجه اعلام القاهره قسم اذاعه وتلفزيون، وكان التخصص بتاعي راديو. وحابة ان شاء الله ان احنا نكمل سلسلة فيديوهات فيد واستفيد، وان احنا نفيد بعض ونستفيد من بعض. وحابة برضو اعرف رأيكم في الكومنتات على موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، اللي هو بجد عن حاجة مهمة جدا جدا جدا، يمكن خارجة عن اطار التعليم شوية والنصايح بتاعت الدراسة شوية، وهي فقدان الشغف. كتير مننا سمع الموضوع ده وحرفيا طلبة كتير مش عارفة تخرج منه لغاية دلوقتي. ومعنى الجملة دي بكل بساطة انك ما بقيتش عايز تكمل. خلاص انا مش عايز اوصل للهدف ده. خلاص ما بقاش عندك الطاقة والحماس اللي كانوا موجودين في اول الطريق. زي بالظبط اللي قرر كده ياخد كورس اونلاين وعمال يتابع في البداية ومتحمس جدا، وقطع مشوار كبير وتعلم وبدأ يتعلم حاجات كتيرة. بعد كده بقى بدأ يتهرب من حضور الكورس ده حتى لو كان اونلاين، وبدأ يحس انه خلاص انا مش عايز اكمل، لا انا زهقان، انا مبقاش عندي طاقة. وده بالظبط اللي حصل معايا. فانا عشان كده حبيت انقل لكم تجربتي في الموضوع ده، في موضوع فقدان الشغف. حسيت انه لا مفيش حاجة جديدة انا عايزة اقدمها، او مفيش حاجة انا هقولها. اتكلم على شوية نقط كده معينة ومهمة جدا هتخليك في الاخر تعرف ازاي ترجع حبك واهتمامك بهدفك، وكمان ازاي تقدر يبقى تذاكر وانت عندك كلك طاقة كده وحماس وما تحسش بأي ملل. واوعدكم كمان ان احنا مع بعض هنحط حلول عملية هنقدر ان احنا نستفاد منها، طبعا زي ما عودتكم وزي ما تعودنا في كل حلقاتنا. اول حاجة، انا اصلا ليه ما بقاش عندي شغف، او انا ليه اصلا بفقد الشغف والاهتمام بالحلم اللي انا بسعى ليه؟ طبعا ده كلام عميق كده ولا حاجة؟ لا لا لا، خلي بالك بس من حاجة. فقدان الشغف ده تجاه المذاكرة مهم جدا، وطلبة كتير جدا بيمروا بيه، وده اللي حرفيا بيخليهم مش قادرين يقعدوا على الكتاب 5 دقايق على بعض. طبعا ده سؤال مهم جدا جدا، وان شاء الله في اخر الحلقة هقول لكم الحل السليم. السعي وانت حاطط في دماغك ان انا لازم احقق الهدف ده، وانه مهما حصل انا لازم اكمل، وعمال تشتغل عليه وناسي تاخد هدنة او بريك، ده بيخليك تشحن طاقتك من تاني. زي بالظبط الطالب اللي واخد السنة جد من اول السنة الدراسية، واخدها جد خلاص، لا انا مش هاخد اجازة. وحتى يوم الاجازة كان عمال يذاكر، ده هيجيله وقت كده على نص الترم هيفصل خالص حرفيا. مش هيلاقي حاجة تفرحه، مش هيلاقي حاجة تخليه ان هو يكمل. ببساطة هو ما حاولش يشحن طاقته، تمام؟ ما بيحاولش كمان يشوف نفسه وايه الحاجات اللي ممكن تسعده وتخليه بره المود بتاع المذاكرة. وحتى لو يوم واحد، حتى لو كام ساعة بس كده في اليوم، تمام؟ فحضرتك عمال تتخيل نفسك في الكلية اللي انت عايزها، وعمال ترسم اهدافك واحلامك وكده، وانت اصلا فصلت. خلاص انت فصلت، عامل بالظبط زي بطارية الموبايل، اول ما بستخدمها زيادة عن اللزوم لازم يجي لها وقت وان انا اشحنها.
وعلى فكرة يا جماعة بالظبط ده اللي حصل معايا. يعني أيام الدراسة أنا كنت بحس بهروب من المذاكرة، وإن أنا حرفيا مش قادرة أقرأ معلومة حتى، خلاص أنا مخي قفل. وده لأني فعلا ما خدتش هدنة من بداية السنة، وكنت بذاكر بجد جدا من بداية السنة. وأيام الأجازات أنا ما كنتش بعتبر إن في أيام أجازات أصلا. وده كمان اللي ما خلانيش أقدر أنزل لكم فيديوهات زي ما قلت لكم، ووقفت فترة طويلة، لأن أنا فعلا زي ما قلت لكم أنا ما حسيتش ان انا عندي حاجه عايزه اقدمها، مفيش كلام، رغم ان انا عندي الرغبه من جوايا ان انا اكمل، بس خلاص يعني مفيش حماس كده ورغبه. تاني نقطة مهمة قوي يا جماعة وانتوا مش واخدين بالكم منها، انك ما تبقاش واخد بالك من ان امكانياتك اقل من الهدف اللي انت بتبقى عايزه. يعني ايه بالظبط؟ يعني ايه الكلام ده؟ زي بالظبط اللي مقدم على وظيفة والسي في بتاعه ضعيف جدا، او اللي اصلا ما عندوش سي في وبيحاول يقدم فيها، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيفشل، بيرفضوه. تمام، يفضل بقى يقول لنفسه انا ايه اللي خلاني اتعب اصلا، انا ايه اللي خلاني اتعب نفسي وادور على الوظيفه دي، انا ممكن اشتغل اي حاجه. وحرفيا بيبدا يحط نفسه في مكان مش مناسب خالص لقدراته، ومش عارف يحقق فيه اي نجاح. وحرفيا يا جماعه بيبدا واحده واحده ينسى الحلم اللي هو كان بيسعى اليه، ويبدا يفقد الشغف والحب والحماس تجاه الحلم ده. تمام. انت برضو وانت بتذاكر لازم تبقى عارف هل قدراتك وامكانياتك مناسبه للكليه اللي انت اصلا بتتمنى تدخلها، اللي انت حاططها كده في احلامك وكل يوم بتنام بتحلم بيها. طيب هل مثلا قدراتك مناسبه ان انت تدخل علمي او تدخل ادبي؟ الموضوع ده مهم جدا، وزي ما قلت لكم هنقول في اخر الحلقه ازاي نعرف قدراتنا او امكانياتنا مناسبه لايه ومش مناسبه لايه. نقطه كمان بتخليك مش قادر فعلا تركز مع حلمك او هدفك، هو ان يومك بايظ ومش مترتب. يعني ايه بقى؟ يعني انت عايز تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. طب تعالوا ناخد مثال كده، المذاكره. طبعا انا حاطط في دماغي ان انا ان شاء الله داخل طب، او مثلا داخل هندسه، او ايا كان الكليه، وبحاول اذاكر واسعى بكل الطرق ان انا اذاكر في اي وقت، من غير بقى ما انظم وقتي ولا انظم مواعيد المذاكره، ولا اشوف مثلا وقت مناسب كده يبقى بيخليه ببقى فايق فيه عشان اذاكر، اعمل جدول، ارتب المواد بتاعتي. كل الكلام ده طبعا ده بيبوظ عندك خالص حته ان انت انا مش عارف اذاكر، لا انا خلاص انا كده مش مهم الكليه دي، يعني انا هتعب في الاخر وفي الاخر مش هوصل لها. ايا كان بقى، انا مش بتكلم على كليه عاليه او معاهد او كده، كل المعاهد وكل الكليات حاجه محترمه وحاجه مهمه جدا. انا كده حاولت الخص اهم الحاجات اللي ممكن تساعد الطالب او تساعد اي حد ان هو يفقد الشغف بتاعه تجاه الحلم بتاعه. انا نفسي في حلم معين، بص كده على الاسباب دي وشوف انت بيحصل معاك ايه، شوف انت بتعمل كل الحاجات دي اللي بتخليك تفقد شغفك فعلا. طيب انت عماله تتكلمي كتير في موضوع الشغف والاراده، طب احنا بقى ازاي نرجع شغفنا وحبنا واهتمامنا باحلامنا؟ انا هقول لكم كده انا عملت ايه. اول حاجه انا عملتها ان لما حسيت اني مش عارفه انا هقدم ايه اصلا، ما عنديش حاجه جديده اقولها، كل الموضوعات خلصت في دماغي، هبدأ بقى هنقول كلام اللي عملي بقى الواقعي. احنا طول ما احنا عايشين يا جماعة بنتعلم، واللي بيتعلم حاجة جديدة بيحاول ينقلها لغيره، حتى لو اكتفى ان انت تنقل تجاربك لغيرك، ده برضو علام، ده حاجة كويسة جدا. ان انت لما تنقل التجربة بتاعتك لغيرك بيحاول يتعلم من الغلط اللي انت وقعت فيه، وان شاء الله ما يكررهوش، ودي افادة كبيرة جدا. لازم تخلي بالكم تاني نقطة مهمة جدا، ان انتوا لما تكونوا عايزين تحققوا اي هدف ليكم لازم من جواكم تبقوا حابين ده. يعني مثلا مش مجرد ان انا اقلد فلان او ابقى زيه، مثلا انا ابن خالتي دخل طب فالعيلة كلها برضو بصالي ان انا لازم ابقى معاه، لا انا ابن خالتي او اخويا دخل مش عارف ايه فانا لازم ابقى زيه بالظبط. لا، انا من جوايا انا مش عايزه ابقى اقلد، لا انا اشوف انا عايز ايه من جوايا، لان فكره التقليد دي طلبه كتير جدا بيقعوا فيها. لا هو شاطر، انا ليه ما بقاش شاطر زيه؟ انت ممكن تبقى شاطر وكل حاجه، بس مش بالضروره يبقى حلمك او هدفك زيه بالظبط.
اهم حاجه برضو تخلي بالك منها ان يكون هدفك ده مناسب لقدراتك، وزي ما قلنا مع بعض ده هتعرفه لما تقعد كده مع نفسك شوف هل انا فعلا مختار الهدف ده عشان فعلا هيفرق في حياتي، ولا انا مجرد ان انا بقلد اي حد وخلاص. او مثلا لو انا حققت الهدف ده ودخلت الكليه اهلي هيفرحوا جدا والناس كلها بقى هتشاور عليا وان انا الواو الرائع والكلام ده كله، وانا اصلا من جوايا مش عايزه اوصل له. تقول لنفسك ايه ده، انا كان نفسي اكون مدرس، انا ما كنتش عايزه ادخل كليه طب، لا انا كان نفسي اكون مبرمج. وانا بشوف ناس كتيره من المنظر ده. عايزه اقول لكم برضو حاجه، انت لو تعبت وحققت جزء كبير من هدفك وحصل ولقيت نفسك مش عارف تكمل، مش قادر تكمل، يبقى اقف شوف كده ايه الاخطاء اللي انا قلت عليها في الاول انت وقعت فيها. حاول تركز كويس جدا جدا وما تقعش فيها. تمام. يا ريت برضو نبقى عارفين اننا بشر، من حقنا اننا نفصل، من حقنا ان احنا نبقى عايزين نفصل من اي حاجه مضايقانا او اي مثلا حاجه احنا اتعودنا عليها. فكره الروتين اليومي دي على فكره اوقات بتبقى جزء كبير جدا بتخليني افقد شغفي بكل سهوله، افقد حبي للحاجه دي بكل سهوله. لا انا عايز اخرج عن العاده زي ما بيقولوا، اما ان انا اسافر، اما ان انا اخرج، اما ان انا اعمل اي موهبه انا بحبها. تمام. المهم نبقى عارفين ان ده عادي جدا وده بيحصل. خلي بالكم يا جماعه دي من ضمن الحلول. عادي جدا برضو ان حبك وحماسك تجاه اي حاجه يقل. انت متحمس جدا ليها في الاول فده عادي ان هو يقل، ما تقعدش تلوم نفسك. المهم تقول ان انا بعد الفتره دي ترجع وتكمل وتبقى اقوى وتحقق انجاز كبير. ناس كتيره جدا بتقع في مشاكل كبيره اثناء تحقيقها لحلمها، بيقابلها صعوبات ومشاكل كبيره. في ناس بتقدر انها تكمل، وفي ناس انها لا انا خلاص هستنى لما الصعوبات دي تعدي او المشاكل اللي عندي دي تعدي، مش هضغط على نفسي وبرضه هرجع اقوى وهكمل. والاتنين صح، مفيش اي حاجه فيهم غلط. مش معنى انك ما قدرتش تكمل يبقى انت فيك حاجه غلط، مش معنى انك فصلت يبقى انت فيك حاجه غلط. ولو انت بقى طالب كده وبتذاكر خلي بالك بس ان انت ما تطولش قوي وتاخد بريك طويل قوي. يعني ما تحاولش ترمي كل حاجه ورا ظهرك وتقول انا كده انا سمعت النصايح اللي بتقول ان انا افصل وارمي كل حاجه ورا ظهري. لا الكلام ده هنطبقه ولكن انا بقول ممكن تبقى يوم، ممكن تبقى ساعه مثلا في اليوم، احاول افصل، احاول اشوف اي حاجه انا بحبها. اخر حاجه بقى عايزه اتكلم عليها ويمكن عايزه اكد عليها بجد وتفرق معايا جدا لكل اب او لكل ام بتسمعني، يا ريت يا جماعه ما تضغطوش على اولادكم لما يوصلوا للمرحله دي. بلاش تحسسوهم انهم فاشلين، عمرهم ما هينجحوا. عشان انا بسمع ده من امهات كتير جدا، ده هو عمره ما هينفع اصلا. انا ام او انا اب اساعده ازاي ان هو يتخطى المرحله دي، لان لو للاسف يا جماعه لو ما عرفتيش تحتوي ابنك او بنتك في المرحله دي يبقى عمره ما هيحب المذاكره او يرجع حماسه ليها تاني. والاهم من ده بقى ان انت تعمل ايه، تحاول بقى تحببه في الماده، تقعد كده وتتكلم معاه، تفهم هو عايز ايه، تخليه كده يخرج بره المود. اما مثلا تخرجه. الاهم من ده كله بقى تقعد تسمعه كلام ايجابي، وده فعلا هيفرق في نفسيته. لان اوقات احنا حتى الكبار اللي مخلصين بقى فكره الدراسه والعلام والكلام ده كله بنفقد برضو الشغف وبنبقى مش عايزين ان احنا نذاكر او مش عايزين ان احنا نكمل اهدافنا. عايزه اقول كده خلصت حلقه النهارده. اتمنى يكون موضوعها كان مهم جدا وشيق جدا، لانه للاسف انا فعلا وقفت فتره طويله، ولكن حبيت ارجع لكم بموضوع هو انا من وجهه نظري انا الشخصيه مهم جدا على المستوى الشخصي. حبيت برضو اخرج بره العاده، ما اتكلمش قوي عن المذاكره، واعتقد ان ده برضو موضوع مهم. واي حد هيسمع الحلقه هيستفاد، سواء كان طالب اب او ام او مثلا ما بيدرسش ايا كان، فهيستفاد جدا من الحلقه. وان شاء الله برضو ناوي انزل لكم كل حاجه تفيدكم في الحلقات اللي جايه، وهتبقى في غايه الاهميه. برضو اكتبوا لي بس في الكومنتات هل النوع ده من الحلقات عجبكم ولا لا، نقدر ان احنا نخرج بره المود كده ونعمل حلقات كده فيها شويه كده تنميه بشريه ولا حاجه على قدنا يعني. وقولوا لي برضو حابين نتكلم عن ايه الفتره الجايه. وما تنساش بقى كل ما انت بتعمل لايك للفيديو، الفيديو اكتر هيتشاف اكتر، واعمل شير
شير بقى عشان كل اصحابك يستفادوا واكبر عدد من الطلبه. وزي ما قلت لكم كمان باكد عليكم الصفحه دي مهمه جدا، دي صفحتي انا يا جماعه، بنزل لكم عليها كل حاجه تخص الدراسه والملخصات والكتب. واكتبوا لي كمان لو انتوا عايزين ملخصات عن حاجات معينه، اكتبوا لي في الصفحه وان شاء الله انا هنزل لكم كل اللي انتوا عايزينه. شكرا بقى يا جماعه، شكرا جدا جدا ان انتوا سمعتوني. لو وصلت لغايه هنا شكرا جدا جدا، واشوفكم في حلقات جديده بقى وممتعه وشيقه. استنوني في الحلقه الجايه. كان معاكم آية أشرف.